السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نهار جديد واقتراح جديد في قناتكم فاطمة ومنادير. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا الغايف اولا المسمن بدون زبده وبدون دلك وبدون تعب، مع واحد الخلطه السحريه اللي كتخلي الغايف ديالنا ناشفين من داخل، ما كيجيوش ميدمين اولا مزيتين وكيجيو مورقين الورقه على اختها. مع الطريقه ديال الطي مختلفه، كنساليو الكميه ديال الرغيف ديالنا في واحد الوقت اللي هو قليل بزاف، وغتعجبكم الطريقه ديال الطي. كيجيو الرغيف فنين ومقرمشين. بسم الله، الصلاه والسلام على رسول الله. ندوزو للمكونات وطريقه التحضير. كيجيو خفافين فحال الريشه ومقرمشين. وكما كتشوفوا معايا هنايا عندي واحد شويه الخميره، يلاه كتشدوها بيداكم. بالنسبه للدقيق من الاحسن يكون نوعيه مزيانه، الا بغيتوا الرغايف اولا الملوي ديالكم يجي غزال بزاف. عندي هنايا جوج زلايف كبار مع زلافه الفينو، يمكن لكم تعوضوها بالسميده. الملحه على حسب الذوق. الدقيق يمكن لكم تنقصوا من الدقيق اولا تضعفوا المقادير، ماشي مشكل. وكنضيفوا معلقه د العسل، يمكن لكم تعوضوها بالسكر، انا كتعجبني العسل كنعمل السكر الا ما كانش عندي العسل. والسر من الاسرار اللي كيجي الملوي ديالنا اولا المسمن فتي بزاف وملحم من داخل، اللي هو هذا الكاس الحليب، يمكن لكم تعوضوه بالحليب نيدو كتعملوا معلقه كبيره. والماء اخواتي ماشي بالعبار. كنجمعوا العجينه ديالنا مع واحد الطريقه ديال الدلك كتغنيكم على تعب العجينه. وكما كتشوفوا كنجمعوا العجينه على هذا الشكل، وكندخلوا المكونات مع بعضياتهم وكنغطيوها بالبلاستيك. كنخليوها 4 ساعات المكانه، وكتكون العجينه ديالنا طلقات وعطينا الطعم. ومن بعد ما دازت 4 ساعات كنعملوا لها شويه الماء وكنديوها ونجيبوها. كما كتشوفوا العجينه ديالنا كترخى مزيان، واللي عنده الوقت يخليها اكثر من 4 ساعات على حسب الوقت ديالكم. وكنبقاو نطويوها على هذا الشكل. وكما كتشوفوا كنطويو العجينه ديالنا على هذا الشكل. انا كنخلي العجينه ديالي مرخوفه شويه، وكنخليوها على حسب الوقت اللي عندكم 4 ساعات او حتى نص ساعه او اكثر، ماشي مشكل. وكما كتشوفوا العجينه ديالنا مرتاحه، خليتها 30 دقيقه، وانتم على حسب الوقت اللي عندكم. وكما كتشوفوا العجينه مدلوكه مزيان بدون تعب ولا مجهود. وكندهنوها بالنقيطه الزيت، وكندهنوا واحد الصينيه حتى هي بالزيت. انا غنعمل المسمن اولا الرغايف كبارين شويه، وانتم لكم الاختيار، الحجم دائما كيبقى لكم. وكندهنوها بشويه ديال الزيت باش العجينه ديالنا ما كتعملش القشره. كنخليهم واحد 5 أو 4 دقائق ونرجع معكم وندوزو نحضروا مع بعضياتنا الخلطه السحريه. عندي هنايا واحد 3 المعالق كبارين الدقيق اللي عجننا به الرغايف، وكنضيفوا له معلقه كبيره ديال النشا مايزينا، وكنعملوا نص معلقه صغيره الخميره الحلوه. الا عندكم العجينه شويه كثيره كتعملوا الصاشيه ديال 8 غرام، وكنخلطوا المكونات مع بعضياتهم. وهذا هو السر اللي كيجي الملوي ديالنا اولا الرغايف
ناشفين من داخل، ما كيجيوش ميدمين اولا مزيتين نهائيا، وبدون ما كنحتاجو نعملو الزبده. وكما كتشوفوا العجينه ديالنا مرتاحه. غنبداو من اول كره، وكندهنوا طاوله العمل بالزيت. وكما كتشوفوا الرغيفه ديالي اولا العجينه ديالي كتزيد بوحديتها. وكنعملوا يدنا في الزيت، ما كنعملوش الزيت بزاف نهائيا. وفي هذه المرحله كنعملوا الدقيق مع الميزينه وواحد الرشه اللي هي خفيفه. هذا هو السر من الاسرار اللي كيجيو الرغيفه ديالنا ناشفين من داخل، ما كيجيوش ميدمين اولا مزيتين. وإلا كانوا كيعجبوك الرغايف مورقين، هذا هو السر من الاسرار ديال التوراق. كيجيو فيهم عدات ديال التوريقات. وكنوليو نعملوا واحد الرشه خفيفه. كنعملوا يدينا في الزيت، وكنجيبوا هذا الجانب حتى هو كنطويوه على هذا الشكل. وكنبسطوها مزيان، وكنعملوا واحد الرشه خفيفه. وكنجيبوا هذا الجانب كيوليو فيها عدات ديال التوريقات. وكنعملوا شويه ديال الدقيق. كما كتشوفوا العجينه ديالنا ما شاء الله كلها فقاعات. وكيجيو فيها عدات ديال التوريقات كلها مبوقه على هذا الشكل.
وهنايا كنعملوا المقله ديالنا كيسخن وكنقرصوا العجينه ديالنا. واحد الاخت قالت لي فاش كنجي نهز الرغيفه ديالي كتعمل لي ديك الودنين كتوقيله كتعمل لها يدو كتجبد يدها. هذه هي الطريقه اللي كنهزوا بها المسمن اولا الرغايف على هذا الشكل. ما كنجبدوش يدانا، الا جبدنا يدانا راه ما غتعملش غير الودنين، راه غتعمل كتولي بحال الكماسيطه. كنخشيو يدانا من التحت وكنهزوها وكنسخنوا المقله ديالنا وكنعملوا فيها نقيطه زيت. الا كانت عندكم العجينه مرخيه بحال ديالي كطوها على جوج على هذا الشكل. ملي كتحطوها في المقله كتسرحوها ويلا كنحطوها كنقلبوها وحنا كندوروا فيها كنوليو نقلبوها. وكيف ما كتشوفوا الرغيفه ديالنا كلها ما شاء الله كتنفخ. وكما كتشوفوا كنعمل جوج مقالي باش كنسربي دغيا. وكما كتشوفوا الرغيفه ديالنا كيجيو فنين محمرين وخفافين اكثر من اللي كتصوروا ومقرمشين. وهذا هو الشكل النهائي للرغيفه ديالنا. ايوا كما كتشوفوا هادو هما الرغيفات ديالنا جاو فنين رائعين كيستحقوا التجربه ديالكم. كيجيو خفافين فحال الريشه ومقرمشين. وإلا عجبكم الفيديو وصلوه اكبر عدد من اللايكات والبارطاج مع الاحباب والعائله والتعاليق ديالكم الطيبه. السلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.